يا أهلا وسهلا، إن شاء الله يا رب تكونوا بخير. النهاردة هيكون آخر فيديو السنة دي، وبما إنه آخر فيديو فقررت إنه يكون أكتر فيديو طلب مني في الدي ام. قبل أي حاجة عايزاكم تعذروني لو في مشكلة في الصوت أو في النفس، لأن احنا الجو بدأ عندنا يكون صعب ومع الجيوب الأنفية فالعملية صعبة شوية، فبعتذر منكم مقدما. تاني حاجة، الناس اللي بعتت لي كان الرينج السن بتاعها ما بين ثانوي وجامعة، اللي كانوا طالبين تحفيز ازاي اذاكر او ازاي لو انا محدش بيحفزني اعمل ايه، ازاي ابقى سيلف موتيفيتد، انا اللي بحفز نفسي يعني. فده هيكون فيديو مناسب جدا ليكم، ولو انتم مش لاقيين حد حواليكم يحفزكم فاعتبروني انا موجودة النهاردة بحفزكم وبقول لكم الخطوات اللي كان المفروض الناس حواليكم يعملوها. أو لو أنتم أمهات أو ناس من المسؤولين في العمليات التعليمية زي المدرسين والدكاترة والناس دي، فالفيديو كمان هيكون مهم أنكم تطرحوا على أولادكم وعلى الطلبة بتوعكم الأسئلة اللي احنا هنتكلم فيها، عشان تبتدوا تحفزوهم وتفهموهم وهم كمان يفهموكم. أي كتب أو أبحاث أنا استندت عليها المعلومات اللي أنا بقولها لكم هقول لكم أسمائها خلال الفيديو. معظم الكلام هيكون من العظيم سكوت جيلر، وياريت تسمعوا الفيديو من الأول للآخر عشان المعلومة كلها توصل وإن شاء الله تستفيدوا. الإنسان بيحس إن هو سيلف موتيفيتد، يعني من جواه كده متحفز من جواه، مش محتاج تحفيز من حد. لما بيوصل إن هو بيعمل حاجة، يعني بيوصل لنتيجة بأفعاله أو بيوصل بنتيجة لتصرفاته، فخلاص التصرفات دي وحلاوة النتيجة دي هي اللي بتخليه بعد كده يتحفز. بس عشان يوصل للنتيجة دي لازم يمر بخطوات الأول. الخطوات دي من أهمها أسئلة. ألبرت بندورة هو اللي قال لنا 3 جروبات من الأسئلة دول، وإن احنا لو سألنا نفسنا الأسئلة دي هنقدر نحفز نفسنا، أو هنقدر نحط، لو احنا بقى تيتشرز أو يعني ناس من اللي هم بيدرسوا أو في العملية التعليمية، يخلوا الطلبة بتاعتهم تتحمس وتتحفز. وطبعا الكلام ده مش بس التيتشرز والطلبة والكلام ده، لأ، الكلام ده نحفز يعني في حياتنا عموما، أي حاجة احنا عايزينها وحاسين ان احنا مش متحفزين او بدأنا فيها وفجأة وقفنا. تقدروا تجيبوا ورقة وقلم دلوقتي تعملوا بوز وبعدين تكملوا عشان تكتبوا الأسئلة دي وتطبقوها في أي حاجة انتوا حاسين ان في نقص في التحفيز بتاعها. أول جروب من الأسئلة هو: هل تقدر تعمل الحاجة دي؟ وهل انت مصدق انك تقدر تعمل الحاجة دي؟ هل عندك الوقت والمعرفة والتدريب انك تعمل الحاجة دي ولا لا؟ الجروب الأول ده بيسموه self efficacy، يعني أنا ببتدي أفهم نفسي، أفهم أنا قادر على الموضوع ده أو قادر على الموضوع ده ولا لأ. رقم 2 هو: هل الحاجة دي تنفعني؟ هل النتائج تستحق does it worth it يعني ولا لأ؟ هل أنت حاسس من جواك الحاجة اللي بتطلب منك دي هتنفعك على المستوى الشخصي أو في حياتك عموما؟ وهنا بقى بيجي دور التعليم. لو أنا قائد أو معلم أو أب أو أم، لازم أدي نظريات، معلومات بيانات، الحاجة اللي بنقول لك تعملها دي هتنفعك ولا لأ. وبعد كده بيجي دور التدريب، ان انا بدرب اللي قدامي. وايه الفرق بين التعليم والتدريب؟ طول ما احنا في المدارس بيبقى اسمه تعليم، واول ما بنبتدي نتحط في المجال بتاع الشغل بيبقى اسمه تدريب، احنا بنطبق. والتدريب اقوى بكتير من التعليم. ليه؟ لان احنا بناخد فيدباك، بيبقى في نتيجة لحظية ونتيجة قوية بتخلينا نتحمس اكتر. الحاجات اللي انت بتعملها كويسة بتاخد عليها فيدباك كويس فبتنبسط سريعا، فتأثير التدريب يكون اقوى من التعليم. كده خلصنا الأسئلة الأولى والتانية اللي هي كانت تعليمية وتدريبية. ندخل بقى على جروب الأسئلة الثالث اللي هو تحفيزي. هل النتيجة تستحق التعب؟ هل اللي أنا هعمله ده مجدي هيبسطني؟ P.F. سكينر عنده كتاب اسمه Selection of Consequences، بيقول فيه من يوم ما اتولدنا وكل حاجة بنعملها علشان احنا عايزين حاجة من وراه. حتى الأطفال وهم بيعيطهم ده بيبقوا عايزين حاجة من وراه. يبقى احنا من يوم ما اتولدنا واحنا دي الطبيعة بتاعتنا. لو كل الإجابة على الأسئلة اللي فاتت دي بأيوة، يبقى هنحس ان احنا قادرين ومؤهلين نعمل الحاجة. لو احنا مؤهلين نعمل حاجة يبقى هنأديها باحترافية
وبأفضل طريقة عندنا. لما نعمل شغل كويس ونبتدي بقى ناخد الفيدباك اللي هو الناس يبتدوا يشكروا في الشغل الكويس بتاعنا ده، هنا نبتدي بقى أول خطوة من خطوات سيلف موتيفيتد. الكلام ده زي ايه؟ ده ينطبق عليا مثلا بتعب وبعمل لكم فيديوز، فببقى محتاجة ايه؟ لايك، كومنت، سبسكرايب، فولو. كل الكلام ده مهم، بيحفز الناس انها تكمل، فما تنسوش انكم تعملوا الحاجات دي. عموما نرجع للموضوع بجد تاني، ده دور المجتمع يجي بقى دور مهم وفعال جدا. ازاي انا اوري الناس ان شغلهم ده كويس؟ وبعدين يجي دور الاختيار، وده يتهيألي من اهم الحاجات. هل انا حاسس ان انا عندي اختيار في الحاجة اللي بعملها، ولا انا بعملها غصب عني؟ كل ما بحس ان عندي اختيار كل ما بكون عندي سيلف موتيفيتد اكتر. B.F. سكينر في الكتاب Beyond Freedom and Dignity بيقول ان احنا محكومين بالنتائج طول الوقت، بس احيانا ما بنحسش ان احنا حد يعني بيتحكم فينا او احنا مضطرين ان احنا نعمل حاجة. امتى نحس ان احنا مش مضطرين نعمل حاجة؟ لو خدنا مثلا ان انا مضطرة اذاكر، مضطرة اروح المدرسة، دي حقيقة احنا مضطرين لان مفيش اوبشن تاني. احنا من يوم ما اتولدنا واحنا بنروح نتعلم ومحدش ادانا اختيار تاني عشان احس ان انا متحكم في حياتي. بس الحقيقة ان ده مش صح، كل حاجة على حسب الطريقة اللي احنا شايفينها، ودي ركزوا فيها معايا قوي. لما بعمل حاجة علشان انا مستني نتيجة حلوة بكون مبسوط ومش حاسة ان انا حد متحكم فيها وانا مضطر اعمل حاجة. لكن لما بعمل حاجة عشان اتجنب نتيجة وحشة ببقى انا متضايق ومن جوايا حاسس ان انا مضطر اعمل حاجة وده مش اختياري. تعالوا ناخد مثال صغير كده. سواء انا بروح الكلية علشان انا مضطر، او انا بروح الكلية علشان انا عايزة اتعلم واوصل لهدفي، الاتنين انا عندي حافز. بس وانا رايح وانا مضطر انا بتجنب الفشل، وانا رايح وانا عايز اتعلم ببقى انا عايز انجح. وهو ده الفرق، success seeker او failure avoider. المفروض وظيفة الناس المسؤولين اللي هم الناس اللي بتدرس او حتى الاباء والامهات يكونوا انهم بيربوا في ولادهم انهم يكونوا success seeker مش failure avoider، او انهم يسعوا انهم ينجحوا مش انهم ما يتجنبوا انهم يفشلوا. فكل ما يكون طريقة تفكيرهم ايجابية كل ما بتفرق. في مقولة إلين لانجر بتقول when we perceive choice we perceive motivation. يبقى الموضوع كله عندنا، اول ما بنعرف ان احنا عايزين الاختيار ده، عايزين النجاح ده، فبنلاقي الحافز بتاعنا. وعلاقتنا بنفسنا وبالمجتمع علماء النفس عارفين ان هي مهمة جدا. علشان كده كل ما الناس بتتواصل مع الناس بيلاقوا انهم اسعد، بمعنى ان مش عيب ان انا احب ان انا الناس تدعمني او حواليا يدعموني، اسرتي تدعمني، المدرسين بتوعي يدعموني، المجتمع يدعمني. دي حاجة مش وحشة، بالعكس دي حاجة مطلوبة، ونفسيا احنا بنبقى حابين كده. بس اللي بيحصل ان لما بنوصل واحنا اطفال بنبقى معتمدين اعتماد كلي على يعني الاب والام، وبعد كده نبتدي سن المراهقة نبقى لاقيين نفسنا مزنوقين، لا احنا عارفين نرجع نتصرف كأطفال ولا احنا قادرين نبقى كبار. فبنحس ان احنا عايزين نعمل اي حاجة بحيث ان شخصيتنا تكون بارزة، وفي التبعية للموضوع ده بنرفض ان احنا نقبل المساعدة. فبنفضل في ناس كتير مننا لحد ما يكبروا يفضلوا واقفين المنطقة دي، انا مش عايز حد يساعدني عشان اثبت لنفسي ان انا مش محتاج حد. بس دي علامة مش صحية ولازم ناخدوا بالنا منها. ففي الوقت اللي تحسوا فيه ان انتم مفيش حافز او انكم محبطين ما تتضايقوش. على فكرة كلنا بنحس بكده، واغلب حياتنا في المجتمعات اللي احنا عايشين فيها بتحسسنا بكده، لان زي ما قلنا كل الكلام والمساوئ دي وان احنا ما نلاقيش حد يواجهنا ده سبب اساسي للي احنا بنحس بيه. بالاول ممكن تحس ان انت مبسوط وعندك طاقة كتير وفجأة تلاقي نفسك مش قادر تعمل حاجة. في العموم كل ما تحسوا انكم مش قادرين او overwhelmed، كل حاجة حواليكم ضغطاكم، ابتدوا قسموا الحاجات اللي وراكم عشان تنجزوها وتوصلوا لأهدافكم اللي انتوا عايزينها. ابتدوا تفكروا انا عايز ايه والنتيجة اللي انا عايزاها ايه، ابتدوا شجعوا ولادكم وشجعوهم وعلموهم ان النتائج الحلوة هي تكون هدفهم، مش انهم يتجنبوا النتائج الوحشة.
اتمنى الفيديو يكون فاتكم باي حاجه، متنسوش لايك وسبسكرايب، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.